اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده مش هيكون نصايح على قد ما هيكون نتكلم مع بعض عن شويه حاجات انا جربتها او عشتها. كان نفسي حد يقول لي الحل بتاعها بس ما لقيتش حد يقول لي الحل بتاعها. مع الوقت انا اكتشفت الحل بتاعها وجاي النهارده انقل لكم شويه الحاجات دي. فيا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه والحركات دي كلها، ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه ما تقارنيش نفسك بحد. هتلاقي ناس كتيره جدا بتعرف تلعب، داخله الكليه اصلا بتعرف تلعب لعبه. من اول محاضره دكتور هتقول على حركه هتلاقيها بتعرف تعمل الحاجات ديت. انت ممكن تجربيه مره واثنين وثلاثه في المحاضره ما تعرفيش تعمليها عادي. ما تقارنيش نفسك بقى وتقولي خلاص ده هما جابوها من اول مره خلاص انا فاشله مش عارفه اجيبها مش عارفه اعملها. لا، اشتغل على نفسك، نزلت اتمرني. اصل اكيد دول اللي انا اكتشفت ان هم ما اتخلقوش كده، هم نزلوا اتمرنوا شغالين على نفسهم اصلا من قبل ما يدخلوا الكليه، شغالين على نفسهم من زمان جدا، نازلين اتمرنوا وعملوا مجهود على نفسهم عشان يعرفوا يعملوا الحاجات اللي هم بيعملوها دي. عشان كده جسمهم اداهم طاقه انهم يقدروا يعملوا ده كله. انت لسه قاعده. المهم ان انت تنزلي تتمرني، تشتغل على نفسك، ما تسيبيش نفسك كده وخلاص انا هحاول من الكليه وده كله. في كتير المحاضرات مش بينزلوا فيها تمرين بس. لازم تاخدي البنت اللي طلعت مثلا نموذج كويس الدكتور قالت عليها شغلها كويس، تاخديها تقولها مرانيني، علميني الحركه بتتعمل ازاي. حتى لو محاولتك خلصت ما عرفتيش تعمليها بس انت مع نفسك عملتي مجهود كبير جدا ان انت تقدري، عشان تقدري تكملي وتقدري تعملي الحركه دي. ربنا هيشوف مجهودك وحرفيا هتلاقي الدنيا متيسره معاك كده. اول ما تخشي المحاضره حرفيا كده هتحسي ان كل حاجه متيسره، وحرفيا عن تجربه. اشتغلي على نفسك واصري كده ان انت هتعمليها، يعني هتعمليها. والمحاضره الجايه هجيب هاخد درجه حلوه، يعني هاخد درجه حلوه. والمره الجايه الدكتور هتقول عليا برافو، يعني هتقول عليا برافو. وحرفيا انت لو اشتغلت على نفسك وعملتي كده والله 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 هتلاقي الدنيا بتمشي زي ما انت عايزاها، عشان انت اشتغلت على نفسك. حتى لو حسيت ان انت ما عرفتيش تعمليها، حتى لو نزلت تمرين حتى ما عرفتيش تعمليها، او حسيتي كده ان هو مفيش لسه فايده، لسه عايزه اكتر، او اول ما تخش المحاضره والله العظيم هتلاقيها متيسره متيسره حرفيا كده. وبتعمليها كده من غير ما تحسي، من غير ما انت ما تشوفيش نفسك كنت بتعملي. بس هتلاقي الدكتوره بتقول عليك برافو، وهتستغربي انا ازاي عملتها. وده كله عشان انت اجتهدت على نفسك، ما سبتيش نفسك، ما سبتيش نفسك وتقولي خلاص انا مش هعرف اعمل زيهم، انا مش هوصل لمستواهم. لا، انت لو حطيتي دماغك هتوصلي وهتقدري تعمليها. تمام. فما تقارنيش نفسك باللي حواليك نهائيا. ما تقارنيش نفسك ده عملت وانا ما عملتش. حرفيا انت هتلاقيها شاطره في الماده دي، انت هتلاقي نفسك شاطره في الماده التانية احسن بكتير، هتلاقي نفسك ايدك قويه في الماده دي اكتر. مش هتلاقيها حلوه في الماده دي. في ناس برضو بتعرف تبين نفسها قوي من غير ما تكون بتعرف تعمل حاجه. والدكاتره بيعرف بيتوقعوا ان هم يكونوا شطار وكده. حرفيا الناس بتنجح في الحكايه ديت. بس انت مش بتعرفي اثبتي نفسك في الحاجه. عشان في الكليه بتاعتنا اللي بيعرف يلعب او اللي ثابت نفسه في حاجه هو اللي بيكون ظاهر او قدام الدكاتره. الدكاتره بتكون تعرفه اكتر. لو انت نايمان على نفسك فحرفيا مفيش حد هيعرفك. تمام. فحاولي اشتغلي على نفسك، اثبتي نفسك، سهري نفسك قدام الدكاتره. عشان الحاجات دي بتفرق في الجي بي اي والدرجات. الحاجات دي كلها الدكاتره بتكون عارفاكي. مثلا في يوم الامتحان لو انت ما عملتيش كويس الدكتور بتكون عارفاكي ان انت دي شاطره معايا من اول السنه. او حتى والله لو انت مش بتعرفي تعملي ظاهره نفسك للدكتور بتتكلمي مع الدكتور او كده، مش بقول كل حاجه كده سيست كده بس تقول البنت دي شاطره عندي فهتديكي درجه من غير والله ما تعملي حاجه. حتى لو انت اتوترت قدام الامتحان فهتعرف ان انت شاطره فهتديكي درجه كويسه. تمام. فحاولي ما توقفيش، ما تقوليش خلاص انا هحاول من الكليه اصل مش هعرف اعمل كده، الكليه صعبه بالنسبه لي. كل حاجه بتيجي بالتمرين، باجتهادك مع نفسك حرفيا هيجي نتيجه روعه. حتى لو ما شفتهاش فانت هتحسيها، هتيجي كده لا تلقائي من عند ربنا والله عن تجربه كبيره جدا. تاني حاجه عشان نوصل بقى اللي احنا عملناه في الاول، عشان نتمرن اكتر ويكون عندنا طاقه. اكلك مهم جدا جدا جدا. صحتك مهمه، تمرينك مهم. لو انت بتنزلي مثلا جيم او حاجه استمري عليه مثلا مرتين في الاسبوع على الحاجات دي كلها. اكلك اللي تدخليه في جسمك مهم جدا جدا جدا. ما تجيبيش اكل كتير من بره في الكليه عشان الحاجات دي بتدمر صحتك وبتكش اصلا ما بيكونش عندك طاقه ان انت تعملي حاجه. فاكلك ميتك معاكي عشان يديك الطاقه طول اليوم انت تقدري تكملي. حتى لو انت عشان لو انت كمان شغاله مع كليه عشان تقدري على الاثنين ما تاثريش في ده ولا ده.
صحتك مهمه جدا 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 في الكليه بتاعتنا بالذات، مهمه جدا عشان تقدري تعملي كذا حاجه مع بعض. المحاضرات النظري، في ناس كتير بتهتم بالمحاضرات العملي وبتسيب النظري، بس الاثنين لازم يكونوا متعادلين مع بعض، الاثنين بيكملوا بعض. اللي انا وقعت فيه، اللي انا كنت حرفيا كنت بحضر العملي اكتر بكتير من النظري، يعني كنت مثلا بكسل في النظري ما بنزلش، بس ده اثر في GPA في اول سنه. فالاثنين بيكملوا بعض حرفيا، انت لو حضرت محاضرات النظري والعملي الاثنين مع بعض، بس ان شاء الله محاضره مثلا غبت محاضرتين كده 3، بس ما تسيبيش النظري، ما تهمليش النظري قوي خالص. الاثنين احضريهم، الاثنين احضريهم، ما تهمليش في العمل وما تهمليش في النظري، الاثنين سوون ببعض يعني. الاثنين مهمين جدا في الكليه، ما تسيبيش ده وتسيبي ده، مش عشان الكليه عمليه يبقى خلاص انا احضر العملي بس واسيب النظري، لا. اهتم بالاثنين، حرفيا هتلاقي الGPA بتاعك رفع بالامتحانات، بورقه الامتحان حرفيا هتلاقي نفسك مميزه عن غيرك. انزلوا جربوا كل حاجه، يعني تجربوا كل حاجه، يعني جربوا انزلوا تمرين سباحه مثلا عشان تعرفوا انتوا شاطرين في السباحه، لا هيفيدكم ده كله. يعني بقول لكم ده جربوا ليه؟ عشان ده هيفيدكم جدا لما تيجوا تختاروا التخصص في السنه الثالثه. يعني مثلا سيبوا اول شهرين في الكليه في سنه اولى وثانيه دول، سنه اولى مثلا سيبوا اول شهرين دول تعرفوا عن الكليه، تعرفوا نظام الكليه ماشي ازاي، ده كله الحركات دي كلها. في اجازه الصيف انزلوا، او انتوا في الكليه عادي لو انتوا عندكم وقت فاضي او عندكم طاقه او كده كله، انزلوا جربوا كل حاجه حرفيا. انزلوا تمرين سباحه، انزلوا جربوا هل انتوا شاطرين في السباحه ولا لا، هل انتوا جسمكم هيدوكوا طاقه انتوا تقدروا تكملوا السباحه طول ال4 سنين او تختاروا في التخصص. انزلوا جربوا التدريب زي اللي هي انتوا تنزلوا تختاروا اي لعبه تتمرنوا فيها، بحيث انتوا هتشوفوا هتحبوا اللعبه دي ولا لا، هل انتوا قادرين تكملوا فيها ولا لا. نزلت مروني جمباز، هتحبي شغله مع الاطفال ولا لا. ده كله هيفيدك جدا جدا ما تيجي تختاري التخصص، مش هيخليكي تتوهي ما تكوني في اخر السنه او ما تيجي تتخرجي، مش هيخليكي تتوهي جدا جدا، بالذات وانت بتختاري تخصصك، سواء كان تدريس، اداره. هل انت انت اصلا حابه شغل التدريس؟ هل انت حابه انت تشتغلي في اداره نوادي والحاجات دي كلها؟ انزلي اتمرني واتدربي برضو، ده نقطه تانية. اتدربي في جيم، انزلي اتدربي في هل هتحبي ده هتحبي الشغل ده كله ولا لا. فانزلي جربي كل حاجه عشان يبقى عندك خلفيه عن كل حاجه كمان، وما تيجي تختاري بعدين تختاري على الاساس ان انت كنت مجربه. انا كنت شاطره في كذا فانا خلاص انا هكمل في كذا، انا كنت مستمتعه وانا بعمل كذا كذا فانا خليني في كده. فعشان ما تتوهيش بعد كده، سواء كان تخصص او سواء كان في سنه التخرج بتاعتك. تمام. مهم جدا جدا ان تتجربي، وده برضه نصيحه محدش قال لي عليها، كنت نفسي اعملها واعمل ده كله، وفي اخر السنه دي انا بحاول انا اظبط ده كله، وهنعيش الرحله دي مع بعض. بس انتوا ابداوا من بدري، يعني ابداوا من اولى او تانية بالكتير في اجازه الصيف. انزلوا، ما توقفوش حرفيا، ما توقفوش في اجازه الصيف، اتمرنوا وانزلوا واشتغلوا وشوفوا انتوا هتحبوا ايه، ده كله. اخر حاجه حابه اتكلم عنها، ان انتوا لو نازلين مثلا تتمرنوا او نازلين تتدربوا، نازلين الشغل مثلا تتدربوا فيه، وقالوا لكم مثلا عشان انتوا مش متمكنين في اللعبه دي او ده كله، لا تنزلوا فتره تدريب. فمهم جدا 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 ان انتوا تعرفوا فتره التدريب دي هتكون قد ايه، هتشتغلوا كام ساعه، كل حاجه هيكون في مقابله بينك وبين صاحب المكان او ده كله، فعرفوا كل حاجه دايره في المكان. اي سؤال يجي في دماغك اساليه، حرفيا اي حاجه تيجي في دماغك اساليها، واعرفي كل تفصيله حابه تعرفيها في المكان، كل حاجه حابه تعرفيها اسالي فيها. ما تسيبيش نفسك كده وخلاص انزلي فتره التدريب يا ماما خلاص انا هنزل فتره التدريب، لا ما تسيبيش نفسك كده، وعارفه التدريب ده قد ايه، عشان انت لو ما عرفتيش فتره التدريب دي قد ايه هيسيبوكي كده مع نفسك. اشتغلي يا حبيبتي مع نفسك، احنا محتاجين عادي. فاعرفي واشتغلي، وكمان ما تسالي بقى وتعرفي ده كله، اعملي حسابك ان انت مفيش حد هيعلمك حاجه، يعني انت تتعلمي كل حاجه كل انت تنفع تتعلمها مع نفسك. يكون بقى عندك معاكي نوته صغيره وقلم بتاعك كده، او النوت اللي في التليفون، وتكتبي كل حاجه. مثلا نزلت تمرني جمباز مثلا، تشتغلي في جمباز، تمرني جمباز، اقفي مع الكباتن الكبيره اللي شغاله، والتسخين كذا كذا كذا، بس بعد التسخين بعمل ايه، البيجنر بيكون شغلهم ازاي، ده كله اكتبي كل حاجه حرفيا، واقعدي ذاكري مع نفسك، ويعملي سيرش ويعرفي الحركات دي بتتلعب ازاي، وشوفي كذا بطوله وشوفي كذا حاجه. بصي اعرفي كل حاجات، كل تفصيله عن المكان اللي انت شغاله فيه، كل حاجه عن اللعبه اللي انت حبيتي ان انت تتمرني فيها او تتدربي فيها او ده كله، كل حاجه، عشان ما تسيبيش نفسك كده. نازله مثلا تتدربي في جيم،
انزلي شوفي، اكتبي كل الاجهزه اللي اسامي الاجهزه اللي انت هتشتغل اللي شغاله، اكتبي الاجهزه دي بتشتغل ازاي. ده كله عشان مفيش حد هيعلمك حاجه يا جماعه، مفيش حد هيعلمكم حاجه، انت هتتعلموا كل حاجه من نفسكم. اعملوا سيرش كل حاجه عايزين تتعلموها. اما يجي بقى خلاص فتره التدريب بتاعتك خلصت، ما يجيش حد يقولك انت ما اتعلمتيش حاجه الفتره دي، عشان اصلا بيعملوا اللعبه دي يعني. انت ما اتعلمتيش حاجه، لا انا اتعلمت وكذا كذا كذا، واعمل معايا انترفيو بعد فتره التدريب والحاجات دي كلها. وخلى عندك ثقه في نفسك ان انت قادره تعملي ده كله. ما تحسسيش اللي قدامك ان انت قليله، او انت مش اول مره تجربي. لا انا جربت واتعلمت وعرفت. وخلى عندك ثقه كده دايما ان انت قادره تعملي ده كله، وان انت قادره تتكلمي. ما تسيبيش نفسك كده. وحتى ما تعملي، وبرده ما تتوقعيش من صاحب المكان انت بعد فتره التدريب يجي يقول لك تعالي يا حبيبتي نثبتك، انت خلاص اتعلمتي وبقيتي من المكان والحاجات دي كلها. لا انت لو ما اتكلمتيش عن حقك، في ناس كتير عندهم ضمير وبيقولوا لك عادي وده كله. بس الاغلبيه يعني انزلي انت اسالي على حقك، واسالي على انت على كل حقوقك، تمام؟ عشان ما تحسيش نفسك انت مستغله، وانت انا مستحمله ده كله ليه، او حد يجي يقول لك انت مستحمله ليه يعني ده كله، تمام؟ وما يجوش هم. واعملي نفسك حدود في المكان، يعني انت فتره التدريب بتاعتك خلصت، خلاص خلصت. مش هشتغل مكان ديت، خلاص هي دي بس، مش هشتغل مكان حد تاني، تمام؟ بس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ونكون جاوبت على شويه اسئله من الاسئله في دماغكم، او شويه لخبطه في دماغكم. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه اقصى استفاده كالعاده. وما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه والحركات دي كلها. بس باي.